مشاهدي قناة أحداث ومعلومات، سوف نأخذكم اليوم في جولة كي تتابعوا جديد الحقائق والمعلومات، فكونوا معنا. زواج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشت أم حبيبة مسلمة ثابتة على دينها في بلاد الغربة بعد أن تنصر زوجها ومات، ولكن هذه الحياة لم تطل، إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وتحكي لنا أم حبيبة رضي الله عنها قصة هذا الزواج، فتقول رضي الله عنها: رأيت في منامي كأن آتيا يقول: يا أم المؤمنين، ففزعت، فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني. قالت: فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن، فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فدخلت علي فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله كتب إلي أن أزوجكه. فقالت: بشرك الله بخير. قالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. فأرسلت حبيبة خالد بن سعيد بن العاص فوكلته، وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجليها وخواتيم كانت في أصابع رجليها، سرورا بما بشرتها. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي فقال: الحمد لله، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار، ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستنصره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا، فقال: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام وأكلوا، ثم تفرقوا. هذا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي يحمله طلبا في أن يزوج الرسول من أم حبيبة. ولما تم العقد وقبض المهر، قدم بها من الحبشة إلى المدينة شرحبيل بن حسنة. ولما بلغ أبا سفيان زواج ابنته أم حبيبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، سر وجهه وقال: هو الفحل لا يجدع أنفه. إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة، ثم اضغط على زر لايك للإعجاب بالفيديو، ولا تنسى أن تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة أحداث ومعلومات.